السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة لكل واحدة فاتحة قناة يئست من قناتها. أنا هطمن قلبك وهقولك إن اليوتيوب بيكسب فلوس للناس اللي بتسأل وهي مش متأكدة أو لها فترة طويلة على اليوتيوب ولسه قنواتها ما اتفعلتش. للناس اللي لسه قنواتها ما اتفعلتش هدايبالكم السر علشان تنجحوا على اليوتيوب، وازاي تحولي قناتك الفاشلة الى قناة ناجحة جدا جدا جدا. بس اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس وشوفي الثلاث اخطاء القاتلة اللي هتدمر قناتك لو كنتي هتعملي الثلاث اخطاء دول، وكملي معايا الفيديو وهقولك مسيرتي وازاي نجحت على اليوتيوب. وطبعا دي قناتي الفاشلة، وهو نزلت الفيديو ده علشان اثبت لكم ان اي حد ممكن ينجح على اليوتيوب. وتعالوا نشوف الثلاث اخطاء المدمرة لقناتك. اول خطأ فيهم انك تعتمدي على تبادل الاشتراكات وانك تعملي تبادل، وكمان تستنظري ان القنوات الاخرى اللي هي برضو نفسها تنجح زيكي انها تشاهدك وتشاهد الفيديو بكل مصداقية. وده ما بيحصلش وكلنا عارفين الخطأ الشائع ده، ومع العلم مستمرين فيه، وهو ده أول سبب في فشل قنواتنا: الاعتماد على التبادل وانتظار القنوات التانية الصغيرة اللي نفسها تنجح إنها تكمل الفيديو للآخر. لا، ركزي في طبعا المحتوى بتاعك، ازاي تحسني منه، ازاي يبقى الفيديو حلو، ازاي الفيديو يكون بنفس التليفون نفس الامكانيات، ازاي تغيري مثلا اتجاه التصوير، بس يعني تكات بسيطة ممكن تخلي الفيديو بتاعك يبقى من اجمل الفيديوهات. طبعا ده الخطأ كلنا احنا عارفينه مع العلم ان مستمرين فيه. تاني خطأ هو كأنك عدم التركيز في مواعيد نشر الفيديو أو تنزيل الفيديو. قناتي الجديدة ركزت على النقطة دهية بالذات، وكمان نقطة عدم تبادل الاشتراكات والتركيز في ازاي نجيب فيديو يكون ترند، وكمان هعمله ويضرب مع الفيديوهات الترند، وده خطوة مهمة جدا. ازاي بدل ما اخلي كل وقتي في تبادل الاشتراكات، لا، هشوف الفيديوهات اللي هي نفس المحتوى. يعني دراسة المنافسين أهم حاجة هنا، دراسة المنافسين، وازاي انزل فيديو يكون نفس كده محتوى كده يكون ناجح. وكمان ازاي نعمل صورة مصغرة لأي فيديو بتاعي علشان هو بيساعد على انتشار الفيديو. وكمان الخطوة الأخيرة انك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان هقولك ازاي نجحت على قناتي الجديدة. وكمان هنزل لكم القناة الجديدة اللينك بتاعها علشان تشوف ازاي نجحت وازاي بعد تعب سنين الحمد لله ولله الحمد نجحت على اليوتيوب. وبشرى ليكم لكل واحدة كده يأست من قناتها، لا، استمري لاني هتنجح ان شاء الله مع التمسك كده انك والطموح انك هتنجحي ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله الناس اللي عايزه تنجح